عرفتكيش. فرقت الحاجة هدى بعد العلاج. فاكرين النجمة السينمائية التي جاءت هنا هي وابنها؟ فاكرة؟ ازيك يا حاجة هدى؟ الله يسلمك يا دكتور. الله يسلمك. انت اللي كان عندك وجع في القلب نتيجة القلب. وكان ابنك محمد عنده وجع في القلب ليس نتيجة القلب. فاكر يا محمد؟ فاكر الحلقة اللي عملناها هنا؟ طبعا. كان الوجع اللي عندك بيبقى عامل ازاي؟ شاوري كده عليه. هنا كده. ويسمع في دراعتي لما تمشي. لما تمشي شوية يجيلك وجع في صدرك وفي دراعاتك ويروح. ده ذبحة صدرية مستقرة. وبالمناسبة لما خدنا علاج فرق؟ دلوقتي بتحرك ما فيش الألم دوت. وبجانب بقى ايه يعني ما بيجيش الألم لما تمشي؟ لا. القفشة في صدرك ودراعاتك؟ لا راحت؟ مفيش. فعلا؟ الضغط ظبط، كان 150 دلوقتي ظبط بقى 120. 80 ضربات قلبها ظبطت بقت 60 دقة في الدقيقة. الكوليسترول ظبط، فظبطت الحاجات اللي كانت عاملة الذبحة، فقل الوجع. قل بنسبة كام في المية يعني؟ يعني في حدود 80-85%. يا سلام. 85 ولا 86؟ لا 85. يعني يا جدع الجملة يا جدع ما بتجيش. طب ما تقولي 100. اما محمد بقى اللي كان عنده وجع في القلب ليس من القلب، وللاسف هو اللي اتاخد واتعمل له قسطره. احكي وجعك كان ازاي عشان برضو نقارن. كان وجع هنا تحت الصدر هنا اهوت، نغزه كده، نغزه بالصباع تقدر تشاور عليها والحمد لله يعني ملهاش علاقه بمجهود خالص ولا ليها علاقه بمجهود ولا اي حاجه. وفي الاخر اتعمل قسطره واتعملت قسطره وطلعت حلوه وطلع زي الفل. طلع كلها نورمال. الوجع ازاي؟ بالمسكن. خدت مسكن؟ خدت مسكن. وجع في الصدر ليس له علاقه بالقلب يروح بمسكن. اذا استطاع مريض القلب، نقولها تاني الجمله دي، ان يشاور على الوجع بصباع واحد فهذا ليس من القلب. وجع في صباع واحد وفي حته واحده وبحط عليه مسكن بيروح. هعمل له قسطره واحط له صبغه واشعاع وادفعه 5-6000 جنيه. تعالى اكشف عندي، يعتبر بقى ببلاش بدل ما تدفع فلوس. ربنا يبارك في حضرتك. الدكتور الشاطر هو اللي يشخص كويس فما يكلفش العيان حاجات تانية مكلفة. طبعا. إن كان الدكتور اللي كشفت عنده 800 جنيه فهو كشفه الحقيقي مش 100 جنيه، هو 5100 جنيه، لأن هو اللي طلب القسطرة وفي الآخر طلع مش محتاجها، وكان ممكن تدخل نفسك في دعامات ومواويل وبتاع، بس طلعت ما فيهاش حاجة. وأنت بتقولي حتى الدكتور حسام موافي قال لك حاجة. قال لك إيه؟ الدكتور كان قال للخالي، قال له بعد ما ركب له دعامتين، بعد ما ناس تانية ركبت له دعامتين، قال له أنت كان حالتك مش مستدعية الدعامات دي خالص. لو كان شافك كان قال لك حالتك أصلا كان ضربني، قال لي أنت إيه اللي جابك هنا؟ أنت جاي لي عيادة القلب أصلا؟ ده شوية نغزة في العظم. وجع القلب لأن القلب يجي مع المجهود ويوقف، وما تقدرش تشاور عليه بصباع واحد. تعرفي تشاوري على الوجع اللي عندك بصباع واحد اللي كان بيجي لك قبل ما تخفي؟ كان كده كل ده مش نغزه في حته واحده؟ لا هنا كده يعني وفي عمق، يعني مش نغزه من العظمايه. لا كان في العمق، حاسه انه من جوه قوي. تمام. ودلوقتي راح؟ لا بنسبه 84%. لكن انت مش من العمق، ده نغزه في العظم. لا نغزه كانت في تحت في العظمايه، في الضلع. وعلمت الاول انها في الضلع. لو كنت شفت حلقه زي دي قبل ما تعمل قسطره كنت عملتها؟ لا طبعا كنتش عملتها. ولا كنت رحت للدكتور قلب اساسا. كنت رحت للدكتور عظام اداك فولتارين مسكن. والله الحمد لله. اذا فالحلقات دي مفيده. انا متوقع، وانا هدفي من الحلقات دي وبقولها ان يبقى في توعيه طبيه. امتى عين القلب يعرف ان عنده قلب؟ امتى عين السكر يعرف ان عنده غيبوبه سكر؟ ازاي تتعامل مع اللي عنده جلطه في القلب؟ عشان كده عامل سلسله الحلقات دي. يا رب يا رب يا رب تكونوا مستفيدين منها، ويا رب يجعلها ذخرا لينا وعلم ينتفع به يوم القيامه. كان معكم الدكتور رامي اسماعيل والحاجه هدى ماشي والاستاذ محمد. تحياتنا ليكم، ربنا يكرمكم، في امان الله.